دي طعمها لذيذ جدا وسهلة في التحضير، ولكن محتاجة مننا تركيز في بعض النقط عشان ما تبوظش منك. ركزي معايا في الخطوات بالتدريج. هنستخدم كل المكونات اللي انا كاتباها تحت في الكابشن، واهم حاجة الزبدة تكون في درجة حرارة الغرفة، وهنضرب الزبدة مع العسل لغاية القوام بتاعهم ما هيكون كريمي، وبعدين هننزل بكل المكونات السائلة، الزبادي والرايب واللبن والبيض والفانيليا، ونبدأ نضربهم تاني بالمضرب على سرعة منخفضة شوية عشان القوام يكون كريمي. وبعدها هننزل بأهم حاجة وهو الجزر المبشور، وكمان قشر البرتقان المبشور، وكمان أهم حاجة دلوقتي هي القرفة وزبدة الفول السوداني. الاتنين دول هينقلوا طعم الكيك في حتة تانية خالص، وهي دي أكتر حاجة بتميز الوصفة دي. وبعدها هنزل بكمية الدقيق. أنا هنا استخدمت دقيق أسمر زي ما أنا كاتبة في المكونات، دقيق قمح كامل، وحطيت عليه كمان البيكنج باودر. دقيق القمح الكامل بيحتاج بيكنج باودر أكتر من أنواع الدقيق التانية عشان هو كمان ما بينفخش